ونروح بعد كده للمركز الثالث لأبرز فيلم أكشن مسيء للعرب، ترو لايز. أحسن فيلم يعلمك عربي، لغة عربية غبية جدا من اللالا لاند، مش عارف الواحد يتعصب من التخلف ده ولا يضحك. والفيلم ده عرض في 1994 وكان أكتر فيلم في التاريخ أيامها بميزانية عالية، مع إنه فيلم متخلف في المؤثرات البصرية وبيشوه صورة العرب جامد اللي عادي جدا يقتلوا مدنيين أبرياء في سبيل الجهاد. لكم أتتخيلوا العهر وصل لأي مرحلة. والفيلم بيصور العرب أو الجهاديين بصورة الإرهابيين، خصوصا كمان لما عربي إرهابي متخلف يكون تحت إيده نووي. تتوقع هيعمل بيه إيه؟ أكيد هيهدد الأمريكان إنهم يطلعوا من الدول العربية نهائي، وإلا هيفجر كل أسبوع ولاية أمريكية. مع إنه مفيش فلسطيني أو جهادي هيفكر بالشكل ده، لأنهم أكتر ناس داقوا الويل من قتل أهلهم، فإزاي هيعملوه في الناس التانية؟ ده غير إن الدين بيجرم القتل بشكل عام أصلا، إلا دفاعا عن النفس فقط. لا، وكمان جايبين بإن طلب زي إن الأمريكان يطلعوا من المنطقة العربية ويبطلوا في قتل الشعوب العربية، ده جرم والمفروض ما يحصلش. وطبعا فيلم معاق زي ده اتمنع عرضه في الدول العربية، وكمان اعتبروا الكتير انه اسوأ فيلم في التاريخ بيشوه صورة العرب والمسلمين، وكمان الصورة دي الاسوأ بعيون الغرب. ما ازاي هتتعاطف مع واحد بيهدد بقتل الابرياء بنووي؟ مفيش عاقل هيتعاطف معاه، ولا كأنهم عملوها قبل كده زمان. والمصيبة انه بيتعرض على قنوات عربية عادي، مش فاهم ازاي.